مساء الخير عليكم. معاكم وليد فودة. جايين نتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي. هو تكملة للحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن ازاي تشتري سيارة مستعملة. قلنا في الحلقة اللي فاتت ان اهم الخطوات، انت لقيت العربية، اتفقت مع صاحب العربية على فحص العربية، واكدنا على حتة الفحص دي، واتكلمنا بعد كده عن التقرير اللي بيطلع من مركز الفحص، واتكلمنا عن ازاي تفاصل في سعر العربية او توصل لسعر وسط، اللي هو سعر السوق النهاردة، واللي هو بالمناسبة محدش عارف يعني يحط سعر مظبوط في عربية. فبالتالي اللي بيحكم الموضوع ده هو حالة العربية ومدى احتياجك للعربية دي. يعني لو حالة العربية كلاس A زي ما قلنا قسمناهم A و B و C، لو حالة العربية كلاس A وانت محتاج العربية فعلا في الوقت ده، فاعتقد ان انت هتشتريها اغلى شوية من الاسعار المتعارف عليها للبراند ده. اتكلمنا بعد كده عن نقطة مهمة قوي بتاعة التوكيل والعقد، وان انت كده كده هتعمل عقد وانت بتعملها باسمك. واتكلمنا عن حتة تسلسل الملكية، وان انت لازم تراجع الاوراق بتاعة العربية وتشوف مين صاحب الرخصة وعمل توكيل لمين، وبالتالي يكون اوراقها سليمة. لازم طبعا تكون رخصة العربية سارية. النهارده هنتكلم بقى شوية حاجات احنا فرعية اتسألت عليها بعد الفيديو الاولاني. يعني رخصة العربية لو منتهية انت هتحتاج كذا خطوة تتعمل. خلينا بس في الاول قبل ما ندخل في المعلومات المفيدة اطلب منكم تعملوا لايك وشير وفولو طبعا وسبسكرايب للقناة، الحاجات الكتير الحلوة اللي بتتعمل دي. واستأذنكم نشير الفيديو ده لان في معلومات مهمة جدا هتفيد اي حد بيدور على عربية مستعملة. اول حاجة هنبدأ بيها، انت خلاص لقيت العربية ورايحين دلوقتي نتفرج على العربية. في ناس سألوني نكشف فين. في حتة الفحص دي عندك اختيارين. الاختيار الاول ان حضرتك تكشف في مركز الخدمة او في الوكيل بتاع العربية نفسه. يعني مثلا لو مرسيدس فانت هتكشف في توكيل مرسيدس، لو بي ام فانت هتكشف في التوكيل، لو نزلنا لسيجمنت تانية رحنا لهيونداي هتكشف في غبور، لو تويوتا هتكشف في توكيلها. يعني كل عربية قدامك اختيارين، اما ان حضرتك هتكشف في التوكيل بتاع العربية، او ان حضرتك هتكشف في مركز خدمة يكون انت واثق فيه او عارف ان هو شغال في البراند اللي حضرتك عايز تكشف فيه. بمعنى ان اكيد في المنطقة اللي حضرتك فيها في مراكز خدمة بتشتغل في العربيات دي، اللي في العربية بالتحديد اللي انت عايز تشتريها، فبندور على مركز خدمة تكون سمعته جيدة وبالتالي بنكشف عنه. خلينا نتكلم عن الفرق بين الكشف في مركز الخدمة العادي وبين مركز الخدمة في التوكيل بتاع العربية. أول حاجة طبعا هتقابلك هي السعر. يعني في العربيات البريميوم الريبورت عشان يطلع من التوكيل لازم تكون حاجز طبعا قبليها الأول في التوكيل، تقول لهم أنا عندي عربية عايز أكشف عليها، وبالتالي هيديك ميعاد للكشف. ده هل هيتناسب مع صاحب العربية ولا لأ؟ دي حاجة لازم هتنسقها مع صاحب العربية، هتقول له أنا حجزت يوم كذا عشان نكشف. فدي يعني دي مهمة جدا إنك تخلي بالك إن أنت مش هتروح على طول تكشف، بتاخد ميعاد. تاني حاجة إن الكوست بتاعت الريبورت اللي بيطلع من التوكيل أعلى بكتير من الكشف في مراكز الخدمة بره. يعني لو قلنا ان التكلفة في مركز الخدمة 1000 مثلا، فانت في التوكيل هتدفع حسب طبعا البراند هتدفع 2000، او في البريميوم 3 و4 وممكن اكتر من كده. نقطة تانية مهمة لازم نتكلم فيها ونحذر منها. حضرتك لما بتشتري عربية بتوكيل والرخصه مثلا فاضل فيها سنه، فانت بتقول انا هوفر فلوس لعقد المسجل ومش هعملها النهارده، ولما قبل الرخصه ما تخلص بشهر او شهرين هروح الشهر العقاري ابيع لنفسي اعمل عقد المسجل واطلع على المرور اطلع رخصه باسمي. وبتكتشف المشكله بقى في الوقت ده.
المشكله ايه؟ المشكله ان حضرتك ممكن تكون شايل العربيه من واحد، والشخص اللي الرخصه باسمه عليه حكم قضائي. حكم قضائي بيمنعه من التصرف في امواله، يعني مثلا عليه حجر، عليه حظر، عليه يعني عنده مشكله قضائيه ما. انا مش متخصص في الشؤون القضائيه طبعا، بس هي مشكله ظهرت اكتر من مره وكان لازم ننبه ليها. ان حضرتك تروح بقى ترخص العربيه في المرور، يعني انت عملت عقد مسجل وطلعت على المرور، يقول لك ايه ده؟ لا ده الراجل ده اصلا ممنوع يبيع عربيته. فانت بعد سنه بتلاقي نفسك مش عارف ترخص العربيه، ومطلوب منك تلف لفه كبيره جدا ما بين النيابات والمرور والمحاكم عشان تقول يا جماعه انا اشتريت وماليش دعوه بالقصه بتاعه الراجل صاحب العربيه، انا غير مسؤول عنها، انا لم اكن اعلم. ودي مشكله كبيره وليها حل بسيط جدا. حضرتك هياخد منك بس مجهود بسيط قوي، وهو ان انت تعمل استعلام امني. استعلام امني ده حضرتك بتعمله ازاي؟ حضرتك بتصور الرخصه والبطاقه بتاعت اللي انت بتشتري منه، او بالرخصه صوره الرخصه بس كفايه تطلع بيها على المرور المركزي للمحافظه اللي حضرتك تابع ليها. يعني مثلا لو اشتري عربيه من القاهره، فحضرتك تطلع على مرور الدراسه، بتروح تكشف على العربيه، تقول لهم انا اشتري العربيه دي وعايز اعمل استعلام امني، هل في مشكله؟ هل الراجل ده ممنوع من التصرف في امواله ولا لا؟ العربيه مبلغ بسرقتها ولا لا؟ ممكن العربيه تكون مسروقه على فكره، يعني ممكن العربيه تكون مبلغ بسرقتها وحضرتك تشتري العربيه وتروح ترخص يقول لك لا العربيه دي كانت مسروقه. فعشان تتلافى كل المشاكل دي وتتجنب ان انت تقع في مشاكل وانت بتنقل الرخصه باسمك، يفضل ان حضرتك تعمل الخطوه بتاعه الاستعمال. دي اهم النقط اللي اتكلمنا عليها. الفيديو ده زائد الفيديو الاولاني بتاع دليلك لشراء سياره مستعمله، يا ريت تشيروهم على اوسع نطاق، لان ناس كتير بتقع في التركات الصغيره دي. واي طبعا كومنت او اي استفسار حضراتكم عايزين تسالوني عليه، طبعا ارحب جدا بان انا اجاوب عليه. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. متشكر جدا واشوفكم الفيديو الجاي.